عمرك فكرت في يوم إن في حد يقدر يعرف أنت بتفكر في إيه من غير ما تنطق ولا كلمة؟ يعني تبقى قاعد ساكت وفجأة تلاقي اللي قدامك بيرد على كلامك اللي أنت بتفكر فيه جوه دماغك، وكأنه كده عصر الخصوصية قرب ينتهي. النهاردة هنتكلم عن اختراعات علمية حقيقية مش خيال علمي. العلماء دلوقتي بيكتشفوا طرق لقراءة الأفكار. تعالوا كده مع بعض نعرف القصة دي فيها إيه. لو مستعدين فيلا بينا. في البداية الموضوع كله كان نظري وخيال علمي. يعني في البداية كانت أفلام زي إكس مين وبلاك ميرور كانت بتتكلم عن قراءة الأفكار، وكنا بنضحك ونقول إن ده مستحيل. بس النهاردة العلماء بدأوا يستخدموا تقنيات معقدة زي جهاز اسمه fMRI، وده تصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. الجهاز ده بيرصد التغيرات اللي بتحصل في الدماغ أثناء التفكير. يعني لما تفكر في صورة أو كلمة أو فكرة معينة دماغك بتتفاعل بطريقة معينة. فالعلماء قدروا يلتقطوا الإشارات دي ويترجموها كمان بلغة مفهومة. ومش بس كده، كمان دول دخلوا الذكاء الاصطناعي على الخط. يعني مش بس بنسجل إشارات المخ، لا ده كمان بيجي ال AI الذكاء الاصطناعي المتطور يحلل الإشارات دي ويقول لك الشخص ده بيفكر في إيه بالظبط. سنة 2023 حصلت تجربة هزت الوسط العلمي كله. فريق بحثي نجح إنه يترجم الأفكار اللي بتمر في دماغ الأشخاص بنسبة دقة وصلت ل 75%. تخيل لو انت قاعد تفكر في كلمة مثلا زي كلمة بحر، الجهاز يلتقط الإشارة العصبية دي ويطلع لك كلمة بحر مكتوبة قدامك. وطبعا كل ده من غير ما تقول ولا كلمة. مش بس كده، كمان مع الوقت كل ما الشخص يتمرن أكتر مع الجهاز الدقة بتعلى أكتر وأكتر. يعني مش بعيد قريب نشوف تليفونات نكتب بيها من غير ما نحرك أصابعنا حتى، بس بمجرد التفكير. وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن موبايل المستقبل هيكون عامل ازاي، أنصحك تشوفه. وهنا في سؤال، المستقبل شكله هيبقى عامل ازاي؟ في الحقيقة العلماء متفائلين جدا، بيقولوا ان خلال كام سنة ممكن يبقى عندنا تكنولوجيا تخلينا نتواصل بمجرد التفكير. تخيل انت وصاحبك قاعدين ساكتين وكل واحد سمع افكار التاني من جوه دماغه، مش محتاجين واتساب ولا تليفون ولا حتى كلام. كمان في افكار تانية زي مساعدة مرضى السكتات الدماغية انهم يعبروا عن نفسهم، او مثلا الناس اللي فقدوا القدرة على الكلام يقدروا يفكروا في الجملة والجهاز يقولها عنهم. تطور علمي مرعب ومبهر في نفس الوقت. ومن هنا نتكلم عن المخاطر، وهل فعلا خصوصيتنا هتروح لو قراءة الأفكار انتشرت؟ بص يا سيدي، دي زي أي تكنولوجيا ليها وشين. التقدم ده بيطرح سؤال خطير جدا. لو بقى في أجهزة بتعرف تقرا تفكيرنا، مين يضمن إنه مفيش أي حد ممكن يتجسس علينا؟ مين يضمن إن الحكومات أو الشركات الكبرى ما تستخدمش التكنولوجيا دي علشان تعرف ميول الناس وأفكارهم الحقيقية؟ ممكن تبقى في يوم من الأيام أسرارك اللي جوه دماغك مش بس معروفة، لا دي كمان بتباع وتشترى. تخيل تبقى في اجتماع شغل والمدير يقدر يعرف انت بتفكر في ايه قبل حتى ما انت ما تتكلم. تخيل وانت مع أصحابك أو عيلتك وأي فكرة تعدي في بالك تظهر قدامهم كأنها كتاب مفتوح. طبعا دي تعتبر كارثة على الخصوصية، وده بيخلي ناس كتير تقلق. هل التكنولوجيا دي لازم نحط ليها حدود أو حتى قوانين أو رقابة، ولا هنسيب الدنيا مفتوحة على مصراعيها؟ وفي النهاية العلم عمره ما كان خير أو شر بطبيعته. اللي بيحدد ده هو احنا، طريقة استخدامنا للعلم. ممكن استخدام تكنولوجيا قراءة الأفكار ينقذ ملايين من الناس، وممكن بنفس السهولة يدمر حياتهم لو تم استخدام العلم ده بطريقة غلط. ودلوقتي الكرة في ملعبنا، هل توافق على فكرة قراءة الأفكار ولا شايف إنها خطر على البشرية؟ مستني رأيكم في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من معلومة وحكاية. وبس كده، سلام. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت.